شو هالكارثة لبيبي جوارديولا؟ ماذا يفعل برياض محرز؟ شو هذا؟ ما هذا؟ تفضل. الكارثة هشام عندها عنوان وحيد اسمها الظلم، وعندها بطبيعة الحال تفسير وحيد، العنصرية. ما فماش حاجة أخرى، لأنه كلما شارك رياض محرز كان في المستوى. هو أحسن هداف رغم أنه ما يلعبش. طلب من رياض محرز أن يبقى في المدارج، طلب من رياض محرز أن يبقى على دكة البدلاء ولا ينزل، وطلب من رياض محرز أن يبقى على دكة البدلاء وينزل 5 دقائق، في مزيد من الإهانة لهذا اللاعب، في مزيد من التشفي الذي لا مبرر له إلا كما وقع مع سامويل إيتو، كما وقع مع زلاتان. مع سامويل إيتو كل مرة يتحدث سامويل إيتو يسألوه على ما هي أحوال الطقس في فرنسا، يقول لهم ظلم بيب جوارديولا. إذا التاريخ لا يرحم. أنت قلت هشام وأنه ربما قاعد معناها يمس من سمعة رياض محرز. أنا نجاوبك أقول لك رياض محرز بالعكس، رياض محرز سمعته كبيرة لأنه بأخلاقه مستواه الكروي كما قلت هشام. تفرجوا كرة نفهموا كرة ونعرفوا كرة. صحيح بيب جوارديولا فيلسوف الكرة ومدرب كبير، ولكنه بشر في نهاية الأمر، وبشر عنده الحقد وعنده الحسن، وبشر عندهم لاعبيه ما يحبهمش كي كل مدرب. كما تحبنيه الواجه جايبني عقدي حتى ل 2023. كنت على الاقل امين مع نفسك وعملت كما ارتيتا، حتى اوزيل خارج القائمه تماما، حط رياض محرز خارج القائمه تماما، وبالتالي يكون امين الى الاخير. على الاقل معناها التاريخ يشفع لك وانك لا تظلم. ولكن اليوم وضعيه رياض محرز فعلا وضعيه مؤسفة جدا. قلت مش الجزائريين فقط، مش العرب فقط هشام، كل من يحب كرة القدم في العالم عندما يشاهد رياض محرز يعمل كيف، يعمل جو. عندما لا يشاهد رياض محرز بطبيعة الحال نقطة استفهام قدامه. نقطة الاستفهام اليوم بفضل هذا البرنامج رفعناها مرة أخرى وقلنا أن سببها وحيد لا علاقة له بكرة قدم. هذه عنصرية متواصلة لبيب جوارديولا. واحنا في كل مرة صحيح تحدثنا في المرة السابقة، تحدثنا من قبل على محرز في نفس الموضوع تقريبا، لكن لا نمل، لا نتعب، لا نمل. في كل مرة في موضوع نتحدث ونعود، لازم، لأن هذه غيرة على محرز وغيرة على اللاعب العربي في أوروبا. في كل مرة لدينا الفرصة لنتحدث عن اللاعب تعرض إلى العنصرية أو تعرض إلى الظلم أو تعرض إلى مثل هذه الوضعية، نتحدث وندافع ولن نسكت، لا نسكت. تفضل عبد الكريم. هشام، اولا انا شخصيا يجب ان اعتذر، ويعني لان هذا الحديث الان وفي وجود رفيق ايضا في حلقه سابقه تحدثت عن غياب محرز وحاولت ان اجد العذر لجوارديولا بأن لم يشرك محرز في مباراة، يعني قد يكون السبب هو المحافظة على محرز خلال فترة الضغط لفترة الأعياد، 3 مباريات خلال أسبوع. ويعني اختلفت مع الإخوان في أن هذا قد يعني يوجد عذر لجوارديولا، إلا أن سلوك جوارديولا مع محرز يؤكد بأن هناك وراء الأكمة ما وراءها في عدم إشراك محرز، في التقصد على أن يقلل من قيمة محرز الفنية، إما بعدم إشراكه نهائيا أو حتى إشراكه بعد يعني آخر 5 دقائق من المباراة والفريق متقدم، وكأنه يقول أنا ليس بحاجة إلى هذا اللاعب. الآن أنت تبحث عن حل اللغز اللي تفضل صابر وقال أن هناك لغز. أنا أعتقد يعني إذا كنا نريد أن نحسن النية، ولا أنا في هذه المرة لا أحسن النية ونقول بأنه هو قد يريد
ايضا ان يبقي محرز لمباراة الاربعاء امام لكن هذا ثبت بالدليل القاطع انه لم يكن قصد غوارديولا، والدليل غياب محرز في اهم فترة مباراتين متتاليتين، واليوم يشترك 5 دقائق. لكن دعنا نقول ما هو اللغز. اولا انا اعتقد بان جزء من اللي تفضل فيه فتحي وهو العنصريه السابقه لغوارديولا مع بعض اللاعبين طاغيه على سلوك هذا المدرب، ولو انه هو يريد ان يخفيها. هذا واحد. الاهم من ذلك ربما غوارديولا وبالاتفاق ايضا مع اداره السيتي يريد ان يجبر محرز على الرحيل بطريقة تكسبهم الأموال وتقلل المصاريف حتى يحافظوا على التوازن للعب النظيف ويستفيدوا من أموال محرز في عقد صفقات جديدة قد لا يستطيعون أن يعقدوها بوجود هذا الكم من المصاريف، وأيضا يستفيدون من يعني سعر محرز المرتفع مع هذا المستوى الذي يقدمه وحفاظه على رتم واحد. هو من اكثر اللاعبين الذين يحافظون على مستواهم، مثل ما تفضل صابر هو الهداف الاول للفريق، وايضا المهم جدا بان محرز لا زال يحافظ على انضباطه الاخلاقي وسلوكه تجاه المدرب. ولو كان غير محرز لكان فعل ما فعل على الأقل ستيرلينج أو غير ستيرلينج، وكان سيحظى باحترام ويفرض احترامه بالشكل الذي يريد بالمشاركة مع هذا المدرب الذي يبدو بأنه لا يجيد غير التعامل الشرس من لاعبيه تجاهه حتى يضمنون أماكنهم.